طبعا كلنا عارفين ان الاجواء دلوقتي مثاليه للخروجات والتخييم، لكن هل فكرت قبل كده ازاي ممكن تلعب العابك المفضله وانت بره البيت؟ فمع بلاي ستيشن بورتال والتحديث الجديد اللي نزل 4.0.1 الموضوع بقى اسهل وامتع بكتير. ففي الفيديو ده هنشرح اهم الاعدادات اللي لازم تعملها، هنجرب الجهاز على شبكه الواي فاي المنزلي وعلى شبكه ال5G، فتابع الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل التفاصيل تستمتع بالعابك في اي مكان. ازيكم يا شباب، معاكم ضياء، والنهارده هنشوف مع بعض اهم الاعدادات اللي لازم تعملها لجهاز البلاي ستيشن عشان تاخد اعلى استابيليتي ولو ليتنسي وانت بتلعب على جهاز البورتال. فتابع الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل التفاصيل، ولو مش متابعني تابعنا عشان فايتك كتير. يلا بينا نبدا. اول حاجه لازم تعملها، لازم تتاكد انك موصل كابل الانترنت مباشره بالبلاي ستيشن. ودلوقتي هنشوف مع بعض اهم الاعدادات بالتفصيل. واول حاجه هنروح على سيتنجز، بعدين نختار سيستم ونختار ريموت بلاي، بعدين انيبل ريموت بلاي، بعدين دفاع الحسابات، بعدين نرجع لقائمة سيتنجز نختار باور سيفنج، وبعد كده نختار set time until PS5 enter race mode، ومن الخيار ده don't boot and race mode للخيارين. بعدين نرجع خطوة ونختار features available in race mode، وتختار supply power to USB ونخليها على always عشان لو محتاج تشحن البورتال او الكنترولر والجهاز في وضع السكون. بعدين تختار stay connected to the internet، وبعدين تفعل خاصية enable turning on PS5 from network. بعدين نرجع لقائمة settings، من قائمة setting تختار HDMI ونلغي خاصية enable HDMI device link عشان لو شغلت البورتال عن بعد الشاشة او التلفزيون ما يشتغلش. زي ما انت شايف دي المعلومات عن الريزوليوشن والفريمات اللي الجهاز بيدعمها على ال 4K والفول HD، ونتأكد كمان ان الريزوليوشن على اوتوماتيك. دلوقتي هنجرب سرعة الواي فاي اللي في البيت اللي هنوصل عليها البورتال عشان نجرب التحديث الجديد. زي ما انتم شايفين السرعة وصلت 329 ميجا والبنج 5 ms. فخلونا نوصل البورتال دلوقتي ونجرب الألعاب. وأول لعبة هنجربها معانا دلوقتي God of War Ragnarok. وبصراحة التحكم سهل جدا وانسيابي وسلس على 60 فريم من غير أي تقطيع أو أي تأخير، زي ما انتم شايفين أكنك بتلعب على البلاي ستيشن بالظبط. وتاني لعبة معانا بلاك ميث. زي ما انتم شايفين اللعبة شغالة على 60 فريم سلسة جدا بدون اي مشاكل او تقطيع، وكمان الالوان والسطوع رهيب جدا. وبعد كده هنجرب لعبة The Last of Us Part 1. وبصراحة اللعبة ممتعة جدا على البورتال، خاصة الهابتيك فيدباك والادابتيف تريجر اللي مش موجود في جهاز غير بلاي ستيشن 5 او جهاز البورتال، حرفيا كأنك معاك بلاي ستيشن في جيبك. بعد كده هنجرب لعبة The Witcher، واللعبة شكلها خيالي على 60 فريم وسلسة جدا زي ما انتم شايفين. والمرة دي هناخد التجربة لمرحلة أصعب شوية، فهجرب لعبة Call of Duty Black Ops 6 مالتي بلاير ونشوف هنقدر نلعب ولا لأ.
زي ما انتم شايفين قادر العب اونلاين واجيب كلات، بس انا حاسس ان الكنترولر اسهل شويه في العاب الاونلاين. يعني ممكن تلعب العاب المالتي بلاير التنافسيه على سبيل الترفيه على الجهاز البورتال، لكن لو منافسه فعليه لازم تلعب على الجهاز نفسه عشان الانبوت لاج والريسبونس تايم. وبصراحه تجربه قويه، ما توقعتش النتائج دي حرفيا، كانه بلاي ستيشن محمول. طب دلوقتي هنحط جهاز بلاي ستيشن 5 على وضع الريس مود ونطلع نجرب نلعب بره البيت على شبكه ال 5G. فيلا بينا. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بره البيت وهنجرب نلعب على جهاز البورتال عن طريق توصيله بشبكه ال 5G، وهنشوف مع بعض هل شبكه ال 5G هتفضل مستقره زي شبكه الواي فاي اللي في البيت ولا لا. فتابع الفيديو ده للاخر عشان تشوف كل التفاصيل. واول حاجه هنجربها طبعا سرعه البرود باند. زي ما انتم شايفين السرعه سجلت معانا 540 ميجا والبنج 18 ام اس. طيب خلينا نوصل البورتال بالهوت سبوت ونشغل الجهاز. زي ما انتم شايفين فتح في وقت قصير وكمان التحكم سريع. فخلونا نجرب لعبة God of War Ragnarok مرة تانية عشان نشوف لو في فرق بين تجربة البيت ولا لا. وبصراحة أنا مش عارف، أنا حاسس إن التحكم أحسن من البيت دلوقتي، مش عارف هتصدقوني ولا لأ. بعدين هنجرب لعبة بلاك ميث مرة تانية. زي ما انتم شايفين اللعب سلس اكنك بتلعب في البيت، ويمكن احسن كمان، مفيش اي مشاكل في الاتصال او اي تقطيع. وخلونا ناخد التجربة لمرحلة اصعب شوية مع مدمرة كروت الشاشة سايبر بانك. كمان كالعادة شغالة على 60 فريم بكل سلاسة واريحية. Drop me off at entrance. Front door. Take a ramp back of the bar. Show you where to stop. You heard it. وبعدين هنجرب لعبة رايفلز، وزي ما انتم شايفين شغالة تمام بدون اي مشاكل او اي تقطيع. بعد كده هنجرب The Last of Us Part 1 مرة تانية. وبصراحة مفيش أي فرق بينها وبين تجربة البيت، فاللعبة شغالة بكل سلاسة وأريحية. خلونا نجرب Call of Duty Black Ops 6 مالتي بلاير مرة تانية.
اللعبة ممتازة بس زي ما قلت قبل كده على سبيل الترفيه مش المنافسة. دلوقتي هنجرب لعبة ذا ويتشر مرة تانية. بصراحة اللعبة شغالة على 60 فريم بدون أي مشاكل أو أي تقطيع، اللعبة ممتازة جدا. وبصراحة جهاز بلاي ستيشن بورتال قدم تجربة لعب ممتازة جدا، خاصة بعد التحديثات الجديدة اللي نزلت اللي ركزت على تحسين الأداء وسلاسة اللعب. فلو عندك جهاز بلاي ستيشن 5 وبتحب تلعب ألعابك في أي مكان أو بره البيت، فجهاز البورتال هيكون خيار مناسب ليك. فالأداء سلس جدا والتجربة أقرب ما يكون إلى جهاز ألعاب محمول متكامل. فلو أنت فعلا عندك جهاز بلاي ستيشن 5 ومن محبين الألعاب وخروجاتك كتير وفي نفس الوقت عندك هوت سبوت 5G قوي، فالخيار هيكون ممتاز جدا بالنسبة لك. أما لو ما عندكش جهاز بلاي ستيشن 5 او ما بتلعبش كتير او ما عندكش اتصال انترنت قوي، فما انصحكش بيه. يا ريت لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول باول. لو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي في اسرع وقت. اشوفكم في الفيديوهات الجايه، سلام.